السيناريو دايما اللي احنا خايفين منه حصل. دايما يعشمونا ويخزقونا في الاخر، متعودين دايما على كده. كرة حسين الشحات اللي في اخر الماتش بتلخص لنا كل حاجه، او اللي احنا متعودين عليها دايما. حسين الشحات ياخد الملعب من اوله لاخره، وفي الاخر يوصل عند منطقه الجزاء يسال نفسه الاسئله الوجوديه اللي ملهاش لازمه: الفرخه جت الاول ولا البيضه؟ مش عارف يا عم حسين، اطلع اقعد مع الجمهور بره وسيبنا احنا نسال الاسئله دي. وبعدين يا جماعه احنا بنقابل ميسي جايب اصحابه فوق السن كلهم، وجاي حجز خماسي، مش جاي افتتاح بطوله زي كاس العالم للانديه واول نسخه بالطريقه ديت. يعني انت متخيل ميسي نزل الماتش الشوط الثاني بس قال لك العب شويه كده معانا، كان خلاص يعني كان هيطلع لنا الشناوي بره البطوله. الشناوي كان هيجي له مزق، والحمد لله ربنا سترها عليه. والمفروض ان هو اسهل ماتش في المجموعه احنا ضيعناه. احنا الماتشين اللي جايين بالميراس وبورتو، واحنا عارفين حظنا مع الفرق البرازيليه برضه هيبقى نفس السيناريو. هنلعب ماتش شوط اولاني جامد وهنضيع فرص وهنعمل اللي ما يتعمل وكل هيرشحنا، وفي الشوط الثاني انسان خد عنوان. يعني انا مش عارف، احنا زهقنا من اداء المشرف يا جماعه، حرام. يعني احنا اول مره نعمل فرقه حلوه بالطريقه ديت، وفي الاخر نوصل نقول برضو في نفس الدايره اداء مشرف. وان شاء الله نعمل ماتشات حلوه للذكرى نبقى نجيبها بعد 5 سنين نتفرج عليها. يعني حرام. ويا رب يا تريزيجيه زي ما انا، يعني زي ما الواحد يكون زي ما هو متوقع ان انت المدرب هو اللي حطك تشوط ضربه الجزاء، ما تكونش انت خدتها من نفسك، عشان الواحد هيزعل قوي بصراحه. كنت زمان ريحتنا وضمننا ال3 نقط اللي هم كنا ضامنينهم في المجموعه. وبصراحه يا جماعه الواحد زعلان على امام عاشور، وده انتوا شفتوا يعني الكره يعني امام عاشور احسن لاعب عندنا في الفرقه بصراحه. جبنا بالرمضان، جبنا زيزو، جبنا تريزيجيه، بس بصراحه امام عاشور ما تعوضش. الواحد زعل عليه عشان مش هيكمل البطوله بصراحه، وزعل عليه عشان احنا خسرنا. يعني هو بقول لك جاله كسر في الترقوه وهيعمل عمليه بكره والف سلامه يا امام، وان شاء الله ترجع كويس يعني. وشد حيلكم كده يا رجاله، الماتشات اللي جايه بالله عليكم سيبونا من حته الاداء المشرف، وابقوا رجاله من اول الماتش لاخره. عاوزين 90 دقيقه كده في ماتش بالميراس وبورتو محترمين نصعد بيهم، عشان احنا مش هنتنازل ان شاء الله عن دور ال8 على اقل حاجه يعني في البطوله. ونشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله يا شباب.